السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. والنهاردة أو دلوقتي حالا أنا شفت شخصية طبعا رياضية كبيرة من مدينة السويس، فأحب يعني أتكلم معاه عن نادي منتخب السويس. وتعالوا نشوف، أنا مش هقول لكم هو مين، بس تعالوا نروح تمام ونشوف هو مين، وهنتكلمنا على أوضاع نادي منتخب السويس واللي وصل ليه نادي منتخب السويس. بالصدفة قابلته فحبيت إن هو يكلمنا، هيكون طبعا اكتر حد فاهم وعارف معنى الكلام اللي هو بيقوله، ويقول لنا يعني نادي منتخب السويس راح فين وجه منين. نشوف مين ضيفنا النهارده، تعالوا بينا نشوف مين. السلام عليكم كابتن جمال حسب النبي. السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا كابتن جمال؟ الحمد لله الحمد لله. كابتن جمال حسب النبي، بنتشرف ان احنا مع حضرتك النهارده. حبيبي يا كابتن ناصر. حبيبي يا كابتن جمال. ايه رايك في اوضاع، يعني مش هنلاقي افضل من حضرتك، راجل قيمه ومدير شباب الرياضه السابق، عشان الناس اللي متابعانا وكده هو يكلمنا عن نادي منتخب السويس. ايه رايك في الناس، يعني شعب السويس وجمهور السويس زعلان ان الحاله اللي وصل بيها نادي منتخب السويس؟ احنا تقريبا في الدرجه الرابعه، يعني خلاص قربنا نوصل نلاعب دوري الكفوره وكده اهو، خلاص كفر سليم وكفر نجار وكده اهو. تقول ايه يا كابتن جمال؟ كده احنا قد كده اخر حاجه، لكن انا بقول ان مجلس الاداره معذور ليه؟ لان ما عندوش اي امكانيات خالص بيشتغل بيها، وما عندوش امكانيات يجيب لعيبه ولا امكانيات يجيب مدربين ولا امكانيات اي حاجه نهائي، فهو معذور. لكن في نفس الوقت ما ينفعش تتعذر وانت قاعد كده مكانك، يا تعمل حاجه يا خلاص ما تمشي. لكن ما ينفعش ان انا اعذر نفسي واكمل بالمستوى ده. الشارع الكروي السويسي كابتن بيغلي يا كابتن. يا ريس ما حدش يرضى بالوضع اللي النادي فيه ده ابدا، حرام علينا كده، حرام. فانا بقول لك النادي كده اخر درجه دي، سيبك بقى من الدرجه اللي بعد كده العاشره دي، خلاص وصلنا كده حرام. لا، نادي منتخب السويس ما يستاهلش مننا كده. مجلس اداره لازم يعمل حاجه، لازم ما يهنش نفسه اكتر من كده يا جدعان. لا، دي اهانه ليكم. انا هقول لكم على حاجه تنقذكم، بس برضو هتلاقي نفسك السنه دي مش هتقدر تعمل حاجه. نمره واحد، موضوع الارض، انت قلت خلاص المحافظ سحب الارض ونمتوا على كده، ما ينفعش، ما يقدرش يسحبها، لان رئيس الوزراء ماضي على قرار ب75 سنه ما يقدرش يسحبها، وغصب عنه ياخد منك الفلوس بتاعت التمليك وتستلم الارض بتاعتك تاني وتقدر تعمل الشغل اللي انت عايز تعمله، وتعمل زيك زي الاهلي وزي الزمالك، هتعمل استثمار مش اقل من 400-500 مليون جنيه في السنه، وتوقف نادي منتخب السويس على حيله. لكن اللي احنا فيه ده حرام نادي منتخب السويس يبقى بالوضع ده. مش قد المسؤوليه، سيب المسؤوليه وامشي، قد المسؤوليه وتكمل، اشتغل لقدام بقى، اشتغل، ما تقعدش تقول انا ما عنديش وتفضل قاعد مكانك محلك سر. يعني التقصير فين بالظبط كابتن جمال لمجلس الاداره؟ هو التقصير من ناحيتين، نمره واحد من مجلس الاداره نفسه لانه وافق على الوضع وعلى الكيان اللي هو فيه ده. نمره اتنين، بعذر مجلس الاداره لان ما حدش بيساعده، لا محافظ بيساعد ولا اعضاء مجلس الشعب ولا شورى بيساعدوا ولا رجال اعمال بتساعد، ولا امال هم يعملوا يصرفوا من جيبهم. ده الكابتن باشمهندس معتز صرف له بتاع 2 مليون جنيه. طب دول ايه يعني؟ هيبقى كل واسامه الموشي لسه بايع عربيه برضه، اسامه الموشي صارف لا حرام يا جدعان. احنا ما بنقولش ان انتوا وحشين، لا انتوا مش وحشين، ولكن انتوا معذورين لانكم ما بصيتوش لقدام كتير، انتوا بتبصوا تحت رجليكم. عايزين واحد يديك قرشين تمشي بيهم وتكمل بيهم، وواحد تاني يديك قرشين تاني ونقعد نلم زي الغلابه كده. على حد علمي كابتن جمال بيقولوا ان يعني خلاص، يعني اللي هو المجلس لو فاضل يعني ايه واحد بس من الاعضاء ده، لو استقال كده المجلس خلاص يعني بيبقى ملوش صلاحيه ابدا ولا حاجه. حتى لو واحد استقال هم اللي موجودين، هم اللي هيكملوا، الاستاذ نبيل غلاب والاستاذ حسين. استقاله كابتن سعيد ايدو اعتقد مؤخرا ماشي، فاضل واحد. لو الواحد ده طلع هيمسكوا 3 انفار من قلب النادي، استاذ نبيل غلاب، استاذ حسين رمزي المشرف المالي اللي مع نبيل غلاب، دول اللي هيمسكوا النادي. هي هيجيبوا منين فلوس ولا هيعملوا ايه؟ مفيش جديد، هو الوضع وهو الكيان. لكن لو المحافظ هيجيب لجنه من الجمعيه العموميه ويدعمها مفيش مانع، بس المحافظ اصلا ما بيدفعش الدول، هيدفع هيجيب هو
اعضاء جديد ويعمل بيهم لجنه؟ لا يمكن. نروح للحته الكرويه، معلش كابتن جمال، اتفضل، عايز تضيف حاجه؟ لا يمكن هيجيب لجنه ولا يمكن هيجيب حد من عنده، عشان هو مش هيدعم النادي. تقول ايه يا كابتن جمال في فوز قريه عامر على منتخب السويس؟ بيقول لك قريه عامر اللي هي تمام فريق يعني لسه في يعني حديث العهد وكده، هو يكسب منتخب السويس 3-1 وكلهم لعيبه من السويس. وعندك في منتخب السويس اللعيبه كلها من بره، وطبعا انت عارف تكاليف ومبالغ ماليه وكده اهو. ولاد قريه عامر سويسه، يعني حاجه تجنن. فرقه من قريه عامر من السويس تكسب السويس اللي هو نقدر نقول ناس من بره السويس. ايوه 75%. ايوه ايه رايك في الحته دي؟ ليه؟ لان السياسه اللي شغاله جوه قريه عامر اكتر بكتير من السياسه اللي جوه منتخب السويس. في الاستاذ بنشكر استاذ محمد رمضان برضه. محمد رمضان راجل فاهم وراجل محترم وراجل بيصرف القرش في المكان المناسب وبيجيب اللعيبه في المناسبه ويجيب كل حاجه. احنا ما بنعملش كده، وهو معاه امكانيات احسن من نادي منتخب السويس. والولاد الناشئين بلغني ان هم ما فيش يعني مفيش مرتبات، ما فيش كده هون. لا الحاله في نادي منتخب السويس صعبه جدا 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 في كل الاحوال. المدربين ما بتقبضش، اللعيبه ما بتقبضش، ما فيش امكانيات تجيب ادوات، ما فيش امكانيات تشتغل صح. طب بتشتغل ليه بقى انت يعني؟ لا يعني منتخب السويس كده يا كابتن جمال حسن النبي، مجدي فريد، الطناوي، طارق الزوز، مصطفى زكريا، التاريخ ده. لما كنا في الممتاز الاهلي بيقول لك لو انت حضرتك يعني كان كابتن شريف عبد المنعم بيتكلم في قناه الاهلي، كانوا بيسالوه مين البلد او الفرقه اللي انت كنت تخاف تلعب على ملعبها وكده، قال منتخب السويس. قسما بالله كابتن جمال. ايوه الموضوع كان في سياسه ايام اسماعيل بدره وايام احمد هلال، استاذ احمد هلال. يا انا لعبت مع احمد هلال 3 سنين مع استاذ احمد هلال. السويس. ايوه حاجه جميله، حاجه تسعدك وانت بتلعب، حاجه تشرف، وامكانياتك موجوده وفلوسك موجوده وشغلك موجود. النهارده في حاجه، النهارده انت بتلعب قريه عامر بتكسبك احسن منك، بيصرفوا اكتر منك، بيصرفوا فلوسهم في وقتهم، مدربين بتاخد فلوسها، لعيبه بتاخد فلوسها، انت ما عندكش حاجه من دي خالص. معذوره اللعيبه، معذور مجلس اداره، معذوره كل حاجه، في عذر في نادي منتخب السويس لقله الامكانيات. كابتن جمال حسن النبي، واحد زي حضرتك مش بشكر فيك ولا حاجه، انا عارف انت راجل تاريخ في الكوره وكده هو. طب ما بيستفادوش ليه من واحد زي حضرتك اداريا؟ انت راجل كنت مدير الشباب والرياضه، المنصب كده صح اللي انا بقوله؟ ايوه بس اللي موجودين برضه في نفس المستوى. على راسنا يعني على راسنا الناس اللي موجوده. استاذ نبيل غلاب موجود، استاذ حسين رمزي موجودين، ناس محترمين، موجود الكابتن ميمي فريد. لا الكابتن ميمي فريد اعتقد ان هو كلها تيمه وقامه. لا ما استقال، اشتغل من فرق كتير لكن ماسك الناشئين. لا اعتقد ان هو برضه ساب الناشئين برضه. ما اعرفش اعتقد لان كنت معاه قريب، اعتقد يعني لا الناس اللي بتتفرج ادرى بالموضوع ده. ميمي فريد ده راجل محترم. لا قمه ونعم الناس يعني. حاجه جميله يعني الحلول في ايجاز. ما هو برضه احنا عايزين برضه نعذر الناس برضه. عايز تعذر الناس اللي هو رجع الارض بتاعت منتخب السويس. ايوه لا ده هي دي الصح. رجع ارض منتخب السويس. استاذ نبيل غلاب معاه قرار ب 75 سنه، واشتغل صح للسنه الجايه. السنه دي انت مش هتنزل ولا هتطلع. اشتغل صح بقى للسنه الجايه، تطلع في 3 سنين ورا بعض تلاقي نفسك في الدوري الممتاز. بعض الاقاويل يا كابتن جمال بتقول اللي هم الولاد الناشئين، ليه انا ما يعني مثلا يعني بستهلك بدنيا سوري ماديا وكده هو، بجيب ناس من بره وكده، ليه ما العبش بفرقه 2005 ولاد ما شاء الله وكده هو؟ ايه رايك في الكلام ده؟ هقول لك على حاجه. تمام. المدرب اللي بيجي وارحم خزانه النادي يا كابتن. لا مش على خزانه النادي يا كابتن ناصر. المدرب اللي بيجي عايز يعمل نتيجه، مش عايز يصعد لعيبه. هو انا كده مفيش نتيجه. لا خلاص يبقى ما تجيبنيش انا بقى، هات واحد من ولاد النادي يعني. لا انا بتكلم عن الناشئين 2005. انا كده انت عايز تشتغل بالناشئين 2005؟ هات واحد زي خالد صديق يشتغل بيهم ويثبت بيهم، والسنه الجايه يعمل شغل كتير. ما اعرفش بصراحه. انا اول واحد كنت مؤيد، مغضوب عليه ليه؟ انا برضو مش عارف. انا كنت اول واحد مؤيد للكابتن ايمن حسين، وهو عارف كده كويس قوي. لكن لما ايمن حسين ابن النادي وابننا مفيش مشاكل. لما ايمن ساب نجيب خالد صديق. ايمن حاليا ساب؟ انا ما اعرفش والله. بدري لا ساب من بدري، جابوا واحد من بورسعيد. نجيب خالد صديق ونديله في 2005 الناشئين وندعم معاهم لعيبه من الكبير. دي الحلول يا كابتن جلال. ويقدر ويقدر يشتغل بيهم السنه دي، لا يطلع ولا ينزل. حتى انا لو خسرت
تمام، خلاص يبقى عندي أنت الحجه ومش انا بلعب ب هتنزل. 2005. ايوه مش هتنزل. اه السنه الجايه بقى ده موضوع تاني. اه. هيكون المجلس ده خلص المده بتاعته ونقدر نشتغل جديد، ونقدر نعمل شغل جديد ونجيب لعيبه جديده ونعمل مستوى جديد لنادي منتخب السويس. يعني 2005 احد الحلول ان انا مع العب خالد 2005 واوفر يعني وارحم او خزينه النادي او كده. تمام كده تمام؟ قوي، تمام قوي. اه يعني خالد صديق احد الحلول، مع طبعا كابتن ايمن حسين خد فرصته. ده لو مفيش نشوف إمكانيات برضه خالد خالص. صديق. ايوه ما هو كده كده لا هيطلع ولا هينزل. نجيب خالد صديق ونديله الناشئين ونديله 2005. معاهم ابناء السويس اه. ويشتغل بيهم سنه. فرق خالد من النوع الحماسي، وخالد من النوع اللي هو مدرب محترم وطالع اول يعني انت جمهورية كابتن جمال انا بشكرك في وعامل الحته دي، حتى انت ما زكتش نفسك تقول ما حدش بيسال فيا. لا 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 تمام؟ لا لا او لا كابتن لا مجدي ربنا فريد او اداني- ميمي فريد او كده. انا ربنا اداني كنت انت كل- مدير فني منتخب نادي توفيق 12 سنة. اه واجيال أنا- كتيره مع انا حضرتك الحمد لله معروفه ربنا بالاسم. ربنا اداني كل اللي تمنيته والحمد لله رب العالمين. لازم اللي بعدنا الجيل اللي بعدنا ياخد مكانه وياخد فرصته. انا حتى يعني انت ما انا في رئاسه النادي منتخب السويس ما كنت اقدم. انا قدمت وبعد ما قدمت اعتذرت لان برضه لقيت الدنيا مش مظبوطه. لكن يعني بشجع اللي بعد مني، بقول اللي بعد مني يجي يشتغل وياخد فرصته. تمام. يعني انت حضرتك في ايجاز كده الحلول او الحلول السريعه العب ب 2005 تمام، مع دعم بسيط مع واحد زي خالد صديق نديله فرصه. اديت له طوب الارض في البلد فرص. نشوف خالد صديق عشان يبقى كل ايه ما حدش يتكلم وكده هون كده هون. ماشي ماشي كابتن جمال. بنشكر كابتن جمال عصر النبي. شرفنا النهارده وبنشكرك كابتن جمال. شكرا حبيبي. حبيبي كابتن جمال. بنشكر كابتن جمال عصر النبي ونشوف اراء متابعينا مع كابتن جمال عصر النبي والحلول اللي هو اداها لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كوره مع ناصر الغر.